في إيكو فريز أولويتنا هي رضاء الحريف. كل تجربة مع شركائنا تعطينا فرصة باش نقدموا ونطوروا، كما تجربتنا مع جي دي اف اللي كانوا راضين، ومع إيكو 134 كيف يساعدهم في تحسين كفاءة التبريد. خليوكم شوفوا الفيديو. حسين ليلي، تكنيسيان فروع كوميرسيال ليكو فريز 134. هذا اللي يعوض الاير 134 بصفه عامه، خفيف لانه هو صديق الطبيعه، ياخذ الشطر نتاع الاير 134 اللي نتعاملوا به تو، اللي يعوض الاير 410 ليكو 32. هنا اخف على الموتورات. احنا قبل اون جينيرال الموتور ياخذ 0.9 0.8 امبير، بالليكو فريز هنا ياخذ 0.5 امبير. الكليماتيزور 18000 كان ياخذ 1500 جرام، الليكو فريز باش ياخذ 750 جرام او ماكسيموم. نعملوا إيسي على فيات فورينو، نشارجوها من الغاز نبي ونعوضوها بالغاز نتاع إيكو فريز. في المرحلة الأولى باش نتستوها بالغاز القديم قداش تنجم تبرد في لابس دو طون دو كيلك مينيت، وبعد نديشارجوها ونعاودوا نشارجوا الغاز نتاع إيكو فريز ونشوفوا قداش يبرد، ونعملوا تيست مع سي حسين. تو هكا خدمنا الكهرباء لها 1.8 بار بالان 134. توتي بالضبط عندنا 5 مينوت من اللي خدمنا الكهرباء. الكليماتيزور عندنا 21 بالضبط. توا باش نحلوا الشباب اونيتا نورمال تمبيراتور دامبيونت. بعدها نحوا الغاز اللي موجود في وسط الكهرباء ونفرغوه في دبوزه اخرى ونعملوا لها الفيد ونشارجوها بالليكو 134 نشارجوها من اير 134 اللي هي تمشي فيها 500 جرام باش نعوضوهم ايكو 134. دونك الكونتيتي اللي باش نحطوها هي 500 جرام، نقسموها على الكويفيسيون على 2.7 باش تهز الكهرباء. او ليو دو 500 جرام بالاير 134 باش نحطوا فيها سولمون 185 جرام ديكو 134. الغاز اللي موجود في وسط الكهرباء باش نحطوه في الدبوزه هذه. حطينا كيلو جرام 755. ريكوبيرو الغاز اللي موجود في وسط الكهرباء عندنا 12 كيلو 525. هذه الفانا اللي باش نركبوها على الدبوزه تاع الفريز واللي